يا مساء الخير. النهاردة هنعمل طريقة الفسيخ، طريقة مضمونة وناجحة 100%، علشان الناس اللي بتبقى متلخبطة، لا ده طلع ناشف، لا ده طلع حادق، طب الوقت قد ايه، الوقت المناسب لو في الشتاء بيقعد قد ايه، طب لو في الصيف بيقعد قد ايه، هنقول كل حاجة. اهم حاجة، اول خطوة لنجاح الفسيخ ان السمك يتجاب من مكان مضمون. يبقى عطيني سمك طازة. ده سمك انا جبته وغسلته كويس قوي قوي وسبته في مصفى حوالي 4 ساعات، مش اكتر من كده. الناس اللي بتقول نبيته لا لا لا، ولا بنبيته ولا اي حاجة. خدته من المصفى، انا بنشفه كويس جدا جدا جدا. دي اهم خطوة علشان الفسيخ ما يبص، ان ما يبقاش فيه مية خالص. فانا بنشفه كويس طبعا بالمناديل، وهو اصلا لما بسيبه في المصفى هو بينزل كل حاجة. هنا بفتح الخياشيم بتاعته واحشيها مناديل املاها، وبعد شوية بطلعها. بصوا خلاص هو بيطلع اخر شوية دم بعد ما غسلته وصفيته. اما بمسكه بقى بحس انه ناشف جدا جدا، مفهوش اي حاجة. بعد ما بخلص الخطوة دي بحس انه مفهوش اي نقطة مية. بعمل له زي مساج كويس كله، وما خليهوش يعني، بخليه طري شوية، افضل ادلك فيه كده. هوريكوا ازاي. يعني انا واحده واحده بقعد بتاكد، يعني دي انا اصلا حاشياها بالمناديل وبنشفه. فاحنا كده خلاص سيبناه، اصلا غسلناه كويس قوي قوي، سيبناه اتصفى في مصفى تقريبا 4 ساعات. وهنا انا هبتدي املحه، فبنشفه بقى كويس، ما يبقاش فيه ميه خالص. المناديل بحطها في الخياشيم لحد ما احس ان هي ما فيهاش اي نقطه دم. هنا بقى هبتدي ادلك السمكه كويس. دي بتخلي السمكة لما تتملح تبقى طرية جدا جدا. كل سمكية بص انا بضغط عليها ازاي، مش لدرجة طبعا ان انتوا الجلد ده يتفتح. احنا بضغط بالراحة، بس بحس بص ان السمكة مرنة جدا معايا، ما حساش ان هي ناشفة كده، لا بحس انها مرنة بتروح وتيجي معايا. كل سمكية همسكها اعمل فيها نفس الحكاية. بصي افضل ادلك فيها لما احس ان هي من جوه حاسه ان اللحم انفصل عن الشوك بتاع السمك. هبتدي بقى الخلطه اللي هنعمل بيها. على فكره مرحله ان انا تدليك السمك ده مهم جدا جدا في ان السمكه تطلع طريه. بعد كده خلاص هو ناشف، وانا عامله له مدلكاه كويس وحشيته مناديل. سبت المناديل شويه لحد ما خلاص اخر شويه دم فيه، خلاص ما بقاش فيه اي حاجه. بعد كده هعمل الخلطة بتاعته. انا كل ما اجي ابتدي احشي بحس ان هو يعني مندي شوية، ما ببقاش عايزة كده. هخلص بقى تنظيفه كله، هعمله بالمناديل. الفسيخ لو في الشتاء بيقعد من 8 ل 10 ايام، لو هتملحوه في الصيف 5 ايام بالظبط، وبتفتحوا تلاقوه تحفة. مش 20 يوم وحاجة و20 يوم. هنا الخلطة أنا محضرة ملح، على فكرة ده ملح ناعم، الأكياس بتاعتنا العادية. بحط عليه كركم، شوية شطة، وبحط له زيت. أي زيت موجود عندك، بنحط شوية زيت لحد لما أمسك الملح ده أحسه إنه زي يعني إيه مندي شوية من الزيت. أمسكه كده أحسه إن هو مندي شوية، أحط له بقى شوية. يعني أنا حاطة مثلا دول كيسين ملح ودول 8 سمكات. بصوا لما حطيت الزيت حسيت ان هي منديه شويه. 8 سمكات عامله لهم كيسين ملح، طبعا مش هاخده كله، اكيد مش هحتاج كل ده. حاطه معلقتين كبار كركم ومعلقتين كبار شطه. انا هملح، احط في الكيس ارش شويه من الملح. ده ملح عادي يا جماعه، مش لازم الملح الخشن. وطبعا بصوا بقى، انا اهم حاجه ان احنا لما نيجي نحشي نملى الخياشيم بتاعته ونكبسها كده كويس، ونحس ان الخياشيم من كتر ما هي مكبوسه مش مقفوله كويس، يعني مفتوحه شويه من الملح اللي محطوط فيها. وبرده بنفتح بق السمكه نحط فيها شويه. ما برشش بقى كتير جدا جدا بين طبقات السمك، لا عادي يعني رشه كده صغيره. برضو هنا انا هفتح ده منشفاه طبعا زي ما قلنا كويس قوي. ده سر من نجاح الفسيخ، ويكون السمك طازه ومن حد مضمون. هنحشي الخياشيم، نملاها وملح ناعم بتاعنا العادي، عشان الناس اللي بتقول لازم ملح خشن لا.
خلاص. وهنحط برضو بق السمكية شوية. المهم الخياشيم ان انا املاها اكبسها، وفي نفس الوقت تحسوا ان هي ما بتقفلتش كويس من كتر الملح. هنعمل الحركة دي ونرش رشة ملح من اللي احنا عاملينه ده، ونحط السمك عكس بعضه. احنا نحط السمك عكس بعضه، وكل طبقة خلصتها ارشها وبس. الزيت طبعا نحط شوية زيت لازم في الملح. هنا احط شوية من الخلطة اللي انا عاملاها طبعا، وهي اتبقى منها دول 8 سمكات، ما خدوش طبعا كيسين الملح ولا حاجة. الخطوة بقى برضو اللي مهمة قوي ان لما اقفل السمك ما يدخلوش اي تهوية خالص. فاحنا بقى هنقفل بقى مثلا 3 4 اكياس 5 اكياس، وبعد كده انا عاملاه بالسكوتش العريض ده بلفه كويس قوي. هنفضل بقى من كيس لكيس. وبيقولوا لا بلكونة، لا في حتة فيها شمس، لا لا احنا بنحطه في المطبخ فوق التلاجة على الرخامة، ما يبقاش جنب البوتاجاز يعني. بس ويبقى ده محفوظ كويس، مش هتلاقوا ريحة طالعة منه ولا أي حاجة. لو عملتوا الخطوات دي هيطلع ناجح جدا جدا. أنا هنا عملت تقريبا 3 4 أكياس. هبتدي بقى بالسكوتش العريض ده ألف الكيس كويس، وهحطه في علبة واسيبه، وكل يوم اقلب الكيس. انا ده سبته 7 ايام، فتحته بعد 7 ايام بالظبط. انا لسه فاتحة الكيس قدامكم، بصوا عامل ازاي، بصوا طري ازاي. ده تدليك السمكة ده اللي بيخليها بالطراوة دي. هنبتدي بقى ننضف الفسيخ. بصوا عاملة ازاي. طبعا اهم حاجة يكون سمك طازة، ننشف كويس قوي، ما يكونش فيه مية، ما يكونش الخياشيم فيها دم. نملح زي ما قلنا هيطلع تحفة. بصوا عامل ازاي. ده 7 ايام وكنا احنا مش في صيف. مش عايزة اقول لكم ريحته طالعة ازاي. بطنه دي كلها يعني زي زبدة كده بيضة، ما فيهاش اي حاجة. ملحه مظبوط جدا، لان انتوا كل ما هتقعدوه، اللي بيقعدوه 20 يوم اولا بيحدق وبينشف، فمش بكتر عدد الايام. بص اللحم عامل ازاي، لونه روز، يعني اللحم لحم اصلا خطير. 5 ايام تمليح في الصيف، 7 8 ايام بالكتير في الشتاء. هتقعدوه اكتر من كده، الناس اللي بتقول 20 يوم و23 يوم هيطلع السمك ناشف وحادق جدا جدا. ميرسي جدا على وقتكم وعلى دعمكم لينا. يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس لو بتعجبكم الفيديوهات. ميرسي جدا جدا، شكرا.